قلبي، لان هي بهذا العمر صارت مو عروس، فلذلك تسميه باعز شيء عندها. شنو هنا؟ القلب. سميته شعره قلب، نياط القلب. يا يمه بيني وبينك هالشعره هو حاجه الى خلق الجمال. اعتقد ذلك. اما هل موجود او عدم موجود فيما يخص دور تل حفيظ تحديدا. بالصحيح طبعا هذه الصوره تشوفوها هي الويدات، يصنعون عندنا الويدات. وهذا الهلال اللي هو ما بين الصحين، ما بين الكحلاء، ما بين المشرع. هذا الهلال انا كنت اتحدث مع اصدقائي قبل يوم بها، قلت لهم ما راح يجيب لي خشبه يابسه لان انا راح احرق اشوي، او امه تريد تخبز. اذا قلت له جيب لي قص وصنعه يدري انا بنزل الباري. اذا قلت له جيب لي زل او شهب او عنقر، الاول ما يطلع العنقر يدري انا اطعم الجاموس. من عوالم الاخرى كما يقال وكما يربط، وان هنالك الانوكي وان اقوام من السماء وكذا. كل هذا هو يبقى في اطار وفلك الاسطوره. يعني ما نقول الخرافه حتى نعزوها الى الجهل، ولا نقول الحقيقه ونعزوها الى الموجودات الماديه التي قد تصدق او لا. الاركيولوجيا ما موجود شيء من ناحيه العلميه، وكل عقله بالاصبع بين العقله والعقله هي فجوه هوائيه فارغه. فبالتالي لما تكبر المستعمره تكبر يستحيل ان الجذر الصغير، جذر القصر الصغير التمسك بالطين الغريق في القاع فيقتلع نفسه. وبما انه القصر من النوع القابل على العيش بالغذاء بالماء فقط، المذاب بالماء فقط دون الحاجه الى طين، فهو تبقى عايشه كلش بشكل طبيعي وتبقى تتكاثر. طبعا هنا جوا الشاشه اكو يلبد السمك، بس قبل اكو طريقه صيد يسموها الشاروفه اللي شوي هم يباوعون على هذا مكان بمغاره بالطين حولها الكثير من الغمور. وهذا الطريق تحديدا، هذا طريق المغاره اسمه طريق الجان. جغرافيا في الجغرافيا القديمه اسمه طريق الجان. وهاي منطقه الشماشير اللي تجيب طبعا يسعدني ان اكون احد الحاضرين على اساس حتى موضوع التجديد، حتى موضوع نعي النساء بالمجالس العزاء. مجالس العزاء تكون قد تسمى الشعور تصير عجوز تحتاج هذا الرجال الكبير الزلمه 7 يوقف له وهي جسمها يمرض، تسميه وصلا للجلد. قطعه ليش هاي كثره التسميات؟ هم هنا بالهور مو مثل ابن الباديه ما عنده بس موجودات بسيطه جدا. مثلا السيف سماه القعقاع الابيض البتار، الحزام المهند كذا كذا، والاسد الضرغام القرنفر الكذا. ذكرت واحده من المواقف اللي هي فيها العالم الانساني ما كان محمد الغلام في هيك ثلاث اولاد، واحد منهم معلوم وباقيين الصغار. حينما كان هي اخذتها تفوق، يعني ممرات سجلان قاهر كذا وقاهر ايضا واحد من الاوساخ الماضيه القديمه والذي كان يسمى الطريق الغالي يسمى هنا السلس او السلس. الطب هو الحوض استاذ احمد. بس قبل هذا حوض الهور ليش ما ينضم؟ هذا السؤال عن الجواب. السمك والطيور من داخل الهور ويصنع ادواته مما موجود، فهو ما محتاج الشعب الاخر يروح مطلقا، ما محتاج. فمنين اجت نفس الروايه مستنسخه لدى تلك الشعوب؟ هل هي قصة وفدت ونتيجة التوقعات بالكحلاء؟ بعدين سمعنا هو في تل عزيزة منطقة العمود ناحية المشرق مثل ما تفضل السيد، وكل هذه الأماكن طبعا تروح عليها أكو جزء من عندها أكو دبونات. الدبن هو الأرض المرتفعة داخل الهور، يعني يشبه. أنا أهلي يستغربون، أمي تقول لي يعني لاقين سرك بالهور، شلون قدرت تتخلص من هذا؟ كنت تخاف تداول، وهذا حاجه الى خلق الجمال. اعتقد ذلك. اما هل موجود او عدم موجود فيما يخص
هور تل حفير تحديدا. بالصحيح طبعا هذه الصوره تشوفوها هي لها منطقه اسمها السوالف، شوفوا حتى اسمها ما اجى اعتبار القصص، سوالف بمعنى القصص وهسه رجع لها. فهناك تقول هناك اكو اصوات وطبول وناس ترقص. قضيه المغاره اللي قبل قليل هي في جزيره الصيف، واستاذ احمد صالح اول من يعني حددها ووضع الكاميرا عليها. سابقا احنا كنا ما نوصل للمنطقه بسبب انا ولادتي تقريبا يعني لما انولدت اهلي في تل عزيزه، يعني في تل عزيزه في البيوتات يصنعون مثل البيوتات. وهذا الهلال اللي هو ما بين الصحين ما بين الكحلاء ما بين المشرع، هذا الهلال انا كنت اتحدث مع اصدقائي قبل يوم بها قلت لهم مشتركه في كل العالم، الصحارى مشتركه في كل العالم، الجبال مشتركه في كل العالم الا الاهواء. لها خصوصيه لا يمكن، ولهذا عطفا عن الاساطير هي مجموعه ان صح التعبير خرافات تبنيت ومن ثم تصاعدت وتكونت انطلاقا من الذاكره الجمعيه. زين خصوصيات تواجد بها كميات من السمك متنوعه، فالمتنفذين كانوا يمنعون الوصول لهذه، فيطلقون بعض الروايات الاكاذيب مثل سالفه الطنطل هو اسم، يعني انا جدي يطلق تقريبا 15 سنه هو لازم الطنطل. لما جيت وبحثت في الروايه بالتالي من يجي هذا من الاوادم يريد ياخذ عليها واحده ثانيه تروح مرات هي تخطب، سامعين انه هو اكو نسوان يخطبن قبل الرجال. تروح تخطبني والنسوان كلهم يروحن يهوسن بالعرس، الوحيده هي اللي تروح تهوس بهاي الطريقه، تدش على وضوحها وشد له يو عرست يا هواي وديني حنا انت عرست ووفيت احنا. ليش هاي كثره التسميات؟ هم هنا بالهور مو مثل ابن الباديه ما عنده بس موجودات بسيطه جدا، مثلا السيف سماه القعقاع الابيض البتار الحزام المهند كذا كذا، الاسد الضرغام القرنفر كذا. اتخذت للاسف الشديد كلمه معيبه لسكنه الاهوار او عرب الاهوار، وهي كلمه سومريه قديمه. عندما ينزل المدينه يتعامل مع المحلات او المتاجر او المطاعم يتعامل مع خصوصيته هو، ما يتعامل مع خصوصيه تصير هي عدله ولكن لونها اصفر، بس هي مو ميته مو يابسه، لونها اصفر يسمونها قصوصا عاديه قابله للانحناء، بالتالي تنغزل، ممكن ان تنغزل، بالتالي تصير عزت يا هواي وديني حنا انت عرست ووفيت احنا بحزننا. بعدين ندش ونقول له لو عرست يا هواي عرس الندامه مرتك تطب وتموت انت بسلامه، يعني ما تدعي عليه وتقول له اخذت عليه ضربه ان شاء الله تصيب بيك كذا كذا، لا مرتك تطب وتموت وانت سالم انت واقعي ليها. وهذا حب تحب ابنها بهذه الدرجه. وبالمناسبه المراه بالريف قد تكون عليها واجبات ربما بالعمل حتى اكثر من الرجل. هي الجازينه العائمه في منطقه الصحين، يعني تحديدا هسه تل حفير وابو شذر والعكر، دول اخوان ثلاثه موجودين تحديدا اهوار الصحين. هذه الحاله البريطاني يقولوا اجيت ولقيت نخيل ولقيت يعني قصور الرفوف والاوراق. والا لو نلاحظ انه كل العمليات العسكريه والحربيه هي تخالف اتفاقيات جنيف، وبالتالي تضرب القانون الدولي الانساني عرض الجدار. كل الاتفاقات كل التوجهات الدوليه، انا دائما اقول ان منطلق المنظمات الدوليه وما يكتب ومنطلق الاتفاقات هو منطلق رومانسي اكثر من كونه واقعي. الاهوار الشرقيه وهو تحديدا هو الحويزه فقط، يعني لا اكثر، ولكن فيه عديد من المناطق، مثلا بركه السوداء، هور العظيم، بركه المنعات، البيضاء والسوداء، لسان الجرده، الترابه، الصخره، هذا كلها هي اجزاء سميت مكانيا لانه العشائر هناك تستوطن بعض الاماكن او تمتلك بعض الاماكن، فيكونون بحاجه الى التسميه، التسميات وقعت عليهم. الهنود يعدون البقر لانهم يسترزقون من البقر، نسقهم الاقتصادي، هاي البقره هي التي تحرث الارض، هي التي تزرع السماد في الارض،
وهي التي لنهدم بيتنا ونبني لنا قاربا. وهل تتخيلون ان هذه الكلمه كانت بحب او بامل للمستقبل ام بوجع؟ مؤكدا بوجع. ليحدثنا عن الأهوار تأسيسا ومستقبلا. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا سعيد اليوم ان اكون وسط اساتذتي بهذا المجال وايضا اخواني واصدقائي وصديقاتنا المهتمين بهذا الشان. طبعا شفتوا موضوع الاهوار هسه احنا عندنا الاهوار بدءا من كان اسمها البطائح من بدايات التكوين قبل بدايات سوما، حتى قبل بدايات سوما من بدا دجله المجنوس. وقذف الجيوش وصار الصمت أثقل من الدين. الأهوال لم تمت لكنها تعلمت معنى الفقد. حين تنظر إلى الأهوال لا عشان ما احد كان يخش الصحافه ويكتب الامور ويتحدث عن هذه كتبتها نعمه مطر، ونعمه مطر ايضا متاثر بهذا الخواطر وهذا الحمل، متاثر بهذا الجانب اللي هو كان عنده 5000 مليون. بالتالي حتى لا